يطلع ازاي؟ اقسم بالله اقسم بالله رايت بعيني حاله رايحه تموت والدكتور قال لي هتموت، واحنا واقفين مع الدكتور وبنصور وبنقول وهنعرض ونقول ونعمل. مين المحافظ بتاع قنا؟ عادل لبيب. قاعد ليه؟ عارفه عادل لبيب ولا مش عارفه؟ ما ترد يا دكتور. قاعد ليه؟ فلول ولا مش فلول؟ قاعد ليه؟ صرف على بتاع وجه عملها مش عارف 64,000 في المستشفى. ولا عادل لبيب كان بيشتغل ايه يا دكتور عاطف؟ محافظ اسكندريه ومحافظ البحيره ومحافظ مش عارف ايه. طب كان مدير مباحث امن ليه؟ ده منهور. حلو. اسمع يا سيدي، 70 جنيه الناس رجعت تعمل حشيش وبتاع اللي بيولعوا بيه بيسموه ايد ولا ايه؟ الى الان. الشاهد لما الدكتور مرسي راعى العلمانيين وجاب 3 4 اخوان والباقي مفيش، وفي مفيش تحسن وفي مشاكل وفي ترصد وفي محاوله لافشال المشروع الاسلامي، ساكتين ولا بيحاربوه وبيقولوا مفيش؟ انا كنت هموت يوم الاربعاء وانا جاي من الكليه، الناس قافله الطريق قالوا انت هيشوفوك بدان، الناس نقمه على مرسي ونقمه على الدنيا كلها عشان القرارات بتاعت الناس. يا دكتور عاطف في ناس مسؤولين في البلد بتاخد قرارات مقصوده لاثاره الراي العام من ضمن قرارات عربيات النقل بنيه اثاره الشعب على الدكتور مرسي وهو لا يدري. اتق الله يا دكتور مرسي ولا تخف إلا الله، وأصلح ما استطعت، وحارب الفساد ما استطعت، ولا تقم العلمانيين. طب وانت قلت انه هناك من يهيج ويتخذ القرارات لعدم الاستقرار. بالظبط. عشان كده عايزين الناس دي تتقص. الناس دي تتقص. والمحافظ بتاعك اللي انت هتتسأل عنه امام الله عز وجل عمر بن عبد العزيز يا دكتور. اول من لحظه بس عاوز اكمل المعلومه بس توصل للناس ومش هتكلم تاني والله. عمر بن عبد العزيز انا خايف عليك والله. انا عايز لا انا ما تخافش عليا. لحظه يا دكتور عاطف. عمر بن عبد العزيز اول ما ولي الخلافه عمل ايه يا دكتور عبد الله؟ عزل القضاه. فقاضي بيقول له انا ما بقاليش اسبوع وايه القضيه دي حكمت فيها بالشرع ودي ما لحقتش ما عملش حاجه غلط يعني. قال له جمله جميله جدا يا مولانا، قال له يكفيك رضاه عنك. فاهمني ولا مش فاهمني؟ ماشي. يكفيك رضاه عنك. ما عملش حاجه الراجل. انا اول ما جيت خدت قرار باقاله القضاه بتوع مين؟ بتوع الظالمه. فواحد بيقول له انا ما ظلمتش حد ما عملتش حاجه. قال له يكفيك رضاه عنك. نظام السلام. يعني الظالم اختارك يبقى عشان هو فاسد اكيد انت فاسد واللي هقول لك عليه تعمله. فاحنا عاوزين واحد عدل ما يمشيش ورا اوضه من غير حمام ومن غير مطبخ ومن غير بوتاجاز. طب ايه المشكله ده؟ اللحاف بتاعهم التراب. بقول لك ناس بتخش تموت. الدكتور باعت بيقول هتموت في الطريق. الكلام ده ربنا يكون حفظ. طب انت تتبعت؟ انا لو منك كنت اخد تليفون زوجها عشان اتتبع. يا استاذ بيقول لك الكلام ده اتكرر بيقسم بالله. يا دكتور عاطف ما بمزحش والله انا قلبي ينفطر الما. بيقسم بالله بتجيلنا حالات كتيره يا استاذ ممدوح بنقول لها اتفضلي روحي وانا على يقين ان ايه اللي هيجرى يا دكتور يا استاذ ممدوح؟ هتموت في الطريق. الشاهد فلول ليه؟ انت غلطت. الاخوان غلطوا لاننا راعينا العلمانيين. هيقولوا والاعلام هيشتغل. مين اللي هيتحاسب يا دكتور؟ هيطلع الدكتور مرسي يعتذر يقول انا جبت وزراء من فصائل اخرى عشان ارضيكم والوزراء طلعوا فاشلين ولا هيحملوه المسؤوليه؟ طب امام الله يتسال ولا لا؟ انا بسال سؤال واحد بس ومشايخ مصر ترد عليه، المشايخ اللي بتقول الشريعه وتوافقيه وتنافقيه وتلاحقيه. سؤال واحد امام الله شيخ من المشايخ من الازهر او خارج الازهر رد عليه. لو مات الدكتور مرسي دلوقتي ربنا يطول عمره ويحسن عمله ويوفقه لتطبيق الشريعه الاعمار بالله، يتسال عن المظالم ولا لا؟ كده كلنا هنتسال مش هو بس. منذ ما ولي امر الامه يسال ام لا؟ يسال. ممكن يجاوب ربنا يقول له راعيت العلمانيين خوفا على المشروع ان يستمر يريدون ايقاف المشروع؟ ممكن. ولا لا مش ممكن. ولو قالوا سياسه كده. لا دي شغلتنا احنا بقى. انت تركن على جنب. احنا المشايخ مش انت. شغلتنا الدين. بنقول لك هيتسال عن الفتيل والقطمير. والسياسه ده مراعاة الحال والاولويات انت بين يدي والمقال. طب اسمع الدين بقى. عمر بن عبد العزيز بعدما دفن ابن عمه ورد على الناس الخلافه وقالوا عاوزينك داخل يقين. ابنه بيقول له المظالم، قال له بعد العصر.